السلام عليكم. من احلى والذ انواع المربات بقى اللي تقدري تعمليها كده وبقلب جامد كده وتعمليها حلوه جدا ولذيذه في منتهى اللذاذه. هنعمل مع بعض النهارده مربى العنب. آه، بجد فاتك كتير لو لسه ما جربتيهاش. هنعملها مع بعض بطريقه مميزه جدا. النهارده الفيديو كنز معلومات عشان تطلعي استاذه فعلا في اعمال المربى. هنعملها مع بعض بطريقه مبسطه جدا وسهله باذن الله. الفيديو يعجبكم. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه كده انا عندي كيلو من العنب البناتي. انا جبت كيلو من العنب البناتي. انا بفضل طبعا في المربى ان انا استخدم العنب البناتي. في ناس بتحب تعملها بالعنب الاحمر، بس بصراحه هو العنب البناتي بيديكي افضل نتيجه ليها واحسن طعم. تمام. وخصوصا ما بيكونش فيه بذر. هتغسليه بقى كويس جدا بميه وخل، هتنقعيه في ميه بخل وهتغسليه كويس جدا لان العنب بيبقى فيه كميه اتربه عاليه، فتغسليه كويس جدا وهتصفيه وهتفرطيه كده وهتشيلي منه العنقود بتاعه وهتوزنيه كده بعد ما بتفرفطيه. انا عايزه كيلو من العنب صافي. تمام. العنب طبعا ما بيبقى فيه نسبه السكر عاليه، فهنستخدم له 500 جرام بس من السكر. وامشي عليها قاعده بقى وانت بتعملي اي مربى. لو انت بتستخدمي الفاكهه ما تكونش مسكره، فهتعملي لها 600 جرام، هتستخدمي 600 جرام من السكر. اما العنب فنسبه السكر فيه عاليه. العنب والتين وكل الفواكه المسكره عموما هتستخدمي لها نص كيلو بس من السكر. هنضيف لها بقى هنغطيها الاول كده وهنسيبها 3 4 ساعات ملفوفه كده في السكر، وبعدين هننزل عليها بنص كوبايه من الميه وهنرفعه بقى كده على النار. على نار بقى كده في الاول متوسطه. انا هنا همشي معاكم على كل المراحل عشان اوريكم المراحل المظبوطه لاحلى مربى هتطلع معاكي تحفه ان شاء الله. هتهدي النار بقى اول ما توصل كده لمرحله الغليان، هتهدي النار عليه وهتسيبيه بقى كده براحته. اهم حاجه هتديله تقليبه كده كل شويه، تديله تقليبه علشان ياخد السوى المظبوط. وطبعا هيطلع على الوش كده الريم. هتشيليه بقى كده اول باول عشان تبقى المربى صافيه معاكي ويبقى لونها ذهبي. وبعد ما بيغلي بقى وبيخش في مرحله السوى، عندي هنا عصير ليمونه، هنزل عليها بعصير ليمونه او تقدري تستخدمي ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، بس انا بصراحه بفضل ان انا استخدم عصير الليمون. وهنسيبه بقى كده على نار هاديه جدا لمده ساعه تقريبا اما يستوي كده وياخد اللون المظبوط وبياخد القوام المظبوط. وهقولك ازاي دلوقتي تعرفي ان المربى بتاعتك استوت. انا كده رفعته من على النار لان المربى بتاعتي استوت. هقولك بقى تختبريها ازاي. بمعلقه كده وهتاخدي نقطه من السائل اللي في المربى او السيرب اللي في المربى، وهتنزلي بقى كده في طبق. اول ما السائل كده ينزل في الطبق هتلاقيه بينزل كده مكانه ما بيفرش في الطبق، تعرفي ان هي المربى بتاعتك استوت. او بصباعك كده في المعلقه وتعملي خط في المعلقه بعد ما بتنزليها في المربى. لو الخطين كده ما رجعوش لبعض تعرفي ان المربى بتاعتك استوت وتمام. هتسيبيها بقى تبرد تماما وهتبقى بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا مربى العنب بالذات، لان هي فعلا مهدور حقها وبتبقى لذيذه جدا في منتهى اللذاذه، وتقدري تحفظي بقى بيها العنب من السنه للسنه. وعندك بقى البرطمان اللي هتحفظي بيه المربى لازم يكون متعقم كويس جدا. هتشغلي الفرن مده 5 دقايق وهتطفيه وهتدخلي فيه البرطمانات. وجربيها بطريقتي بقى والف هنا على قلوبكم.